ايوه، محتاره تشتري بوتاجاز ايه؟ عندك بوتاجاز رويال، الصاج ما شاء الله بتاعه تقيل، كله على بعضه حلو قوي. ده الفرن يا جماعه ومترقم، يعني 25 45 درجه، 15 درجه، 5 دقايق. آه، يعني عندك ربع ساعه، نص ساعه. ولو عايزه تلفيه وتزودي الدقايق خلاص مفيش اي مشكله. طبعا بيبقى مرسوم عالي، الدرجة العالية والدرجة المنخفضة بالمربع ده، المربع الأحمر طبعا من الغسيل والدعاك اللون راح، مع إني بحاول والله إن هو يبقى موجود عشان أبقى عارفة، بس انت هتحفظي لأن أنا جايبة ده على فكرة من زمان يا جماعة برضو. دي الشعلة الكبيرة اللي في النص، ودي في مروحة يا جماعة جوه برضو. ده ببين لكم دي بتاعت ايه. دي بتاعت الشعلة اللي تحت خالص بالدرجات، يعني عندك 160 درجة، 200 درجة برضو مترقم، 180 درجة برضو مترقم. طبعا لما يكون جايباه جديد هيبقى واضح عن كده كمان، لان ده بقاله مدة عندي. العلامة الحمراء دي انت بتعلي وتوطي. عندك كمان الفرن اهوت، في نور ومروحة اهي، وكمان كل تفصيلة في البوتاجاز هقولها لك. عايزة تشتريه توكلي على الله واشتريه، لان بجد بوتاجاز حلو جدا. كل حتة من دي، كل جزء من ده انا هشرحه في الفيديو. انا هفك البوتاجاز من تحت خالص الرفوف دي، وهقول لكم برضو كل مكونات فيه. انا بشاور لكم دي بتاعت دي ودي بتاعت دي، ما انت لازم تعرفي قبل ما تشتري، لازم تعرفي هتشغليه ازاي، والعين دي بتاعت ايه، والمفتاح ده بتاع ايه. كل ده هشرحه في الفيديو ان شاء الله. شوف الفيديو كله من اوله لاخره وانت هتعرفي. اول واحدة دي بتاعت العين دي، تمام. بقولك العين الكبيرة دي هي اللي عليها شرطة حمرا كده وتتلاقيها كبيرة. بتضغطي اول على الاشعال وبعد كده بتفتحي العين اهيت، هتتفتح معاكي بمنتهى السهولة. بشاورلك دي بتاعت ايه، والعين دي بتاعت ايه، والعين دي بتاعت ايه. دي عندي من زمان، وشوفي ناره ما شاء الله جميلة. يا جماعة قبل ما تشتري البوتاجاز ده لازم تعرفي ده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه، علشان ما يوجش منك او تفتحي غلط. تمام، وانا هشرح كل حاجة بالتفصيل. تابع معايا بذكر الله عشان تعرفي كل حاجة عن البوتاجاز رويال. حلو قوي، توكلي على الله واشتريه، احسن بوتاجازات نزلت. انا بوريك اهو ازاي تعلي وازاي توطي. طبعا الشعلة والفرن بتولعيهم بورقة، مفيش لهم اشعال ذاتي، تمام. واللي جوه دي المروحة. الحاجة الحلوة اللي فيه لو حصل بعد الشر اي حاجة بتتصلي، بيجولك على طول، بيجولك بسرعة جدا. هكتب في التعليقات رقم التليفون بتاع الصيانة كمان، يعني ما تقلقيش. ده يا جماعة انا شلت كل الرفوف بوريكي. ده الفرن، وحطيت بعد الفرن اهوت بيتحط عليه الغلاف بتاعه ده او الصاج بتاعه ده، خلاص. وده العين اللي انت بتحطي فيها النار المفتوحة دي، خلاص تمام. وده رف تاني، ده رف اهوت، ورفين همت، رف استانلس ورف تاني صاج. الاتنين دولت بتستخدميهم حلوين جدا. وفي كمان عندك كمان شواية اللي بتلف بيها الفراخ والفراخ تتحمر بيها، اللي هو الحتة الستانلس دي كمان. في عندك فتحة لازم تدخلي فيها، الفتحة دي لازم تدخلي فيها علشان الشواية تلف، شايفينها؟ لازم تتأكدي ان هي دخلت فيها في مكانها بالظبط علشان تلف معاكي الفرخة. لو ما حطتهاش كويس مش هتلف. لازم تتركب الصاجة حلو، او الاستانلس ده، الرف الاستانلس ده هتلف معاكي الفرخة وهتبقى جميلة جدا.
خلاص ماشي. المروحة اهي عندك برضو، المروحة ما بتشتغلش الا مع الفرن اللي تحت، ما بتشتغلش مع الشواية، بتفصل. تمام. المروحة شغالة وجميلة اهي. تابعيني بقى في التعليقات، هكتب لك رقم التليفون بتاع الشركة. لو حصل اي حاجة او عايزة تركبي البوتاجاز او اي حاجة بتتصلي بالشركة. عندك رفين اهو غير الرف السفلي، ودي بتاعت الشوايه دي اللي بتحط فيها يا جماعه الفرخه. وعندك كمان بيجيلك معاها سنادات كده بتضغطي عليها وبتضغطي على الفرخه علشان الفرخه ما تقعش من على الصاج او من على الحديده الاستانلس دي. بجد فرن هيعجبك قوي، وما شاء الله مساحته كبيره اهوت. يعني ما شاء الله ياخد معاكي بجد فراخ كتير، وياخد معاكي تحمير صينيتين كبار حلوين، لانه ما شاء الله واسع. دي الشوايه هي بتضغطي عليها بتلف معاكي الفرخه. تمام. ده انت حطاها في مكانها صح. وفي لمبه هي عشان تنور ليكي وتشوفي الحاجه اتحمرت ولا لا. تشوفي. وده الاشعال، دي اللمبه هيت، واللي جنبها الاشعال الذاتي. ودي المروحه. انا بشاور لك على الحاجات اهيت عشان تعرفي دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه. ودي العيون اهي. دي يا جماعة في رف تحت كده خالص، ده لو مثلا عايزة الحاجة تفضل سخنة بتحطها فيها. دي اللي حتة الاستانلس اللي تحت دي يا جماعة، هو ده مكان عايزة مثلا تحط الحاجة تفضل سخنة بعد ما حمرتيها. خلاص تمام. ده شكله اهو. شوفي حتى السنادات بتاعته بتاعت البوتاجاز ما شاء الله تلاقيها تقيلة وتخينة ومتحملة، فحلوة بجد، حلوة جدا. توكلي على الله واشتريه. هي ليه شركة رويال مش بتعمل اعلان عن البوتاجازات بتاعتها او منتجاتها؟ عشان هي جودة ومعروفة، ورويال شركة جامدة قوي. الناس عارفة يعني ايه رويال، فمش محتاجة اعلان. وشكرا لمشاهدة الفيديو.